هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. مساء الخير مستمعينا وين ما كنتوا عم تتابعونا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. وضيفي بهالحلقة هو دكتور ياسر أحمد، اختصاصي بأمراض الكلية والأمراض الداخلية. نحن وأنتوا رح نرحب بالدكتور ياسر. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا. هلا استاذ ايمن. مشكور على الدعوة أيضا، شكرا على السؤال الحلو. الله يخليك، تسلم. متابعينا للي عنده سؤال فينه يتصل معنا عبر الرقم الأرضي 429-101 أو عبر رسائل الواتساب أو البث المباشر بوير عربي بخدمتكم أيضا 093-82-80-81-4 هو رقمنا الواتساب. موضوعنا هو أيضا مهم كتير، موضوع حصيات الكلية اللي منطقتنا ربما عم نعاني منها بشكل كتير. أحيانا بنسمع من الشارع أو حكي الناس إنه مثلا منطقة الجزيرة بتكون ميتها كلسية أو حسب ما يقال، يعني نحن الأكثر عرضة لأنه يتشكل عنا حصيات. ما مدى صحة هالشيء هذا أكيد رح يجاوبنا عنها الدكتور ياسر. لكن بداية مدخل لموضوعنا دكتور، شو بنعني إنه بحصية كلية؟ شو هي حصية الكلية؟ حصية كلية إذا هيك بتعريف قلنا هو عبارة عن مواد صلبة، تشكلات من مواد معدنية، أملاح، رواسب فينا نقول، تكون عادة قاسية، ممكن تكون شوي طرية بس قاسية بالعادة، تاخد أحجام مختلفة، ممكن تكون صغيرة يلي بنسميها بالعامية الرمال أو الرواسب الرملية الحكي العامي، أو ممكن تكون بحجم كبير تعملنا حصيات طبعا بأحجام مختلفة، 5 ملي حتى ممكن حتى تملأ الأجواف الكلي، يعني الجوف الفاضي اللي بنسميه بالحويضة. هي حصيات طبعا تركيبتها مختلفة، الصوديوم كلس، ممكن تكون أوكسالات، ممكن تكون حمض البول، ممكن تكون فوسفات، مغنيسيوم، حسب التركيبة، سيستين بشكل نادر جدا. طبعا هي كلها مثلا الكلس بتكون أكتر شيء عادة 70% من المرضى بيكون عندهم الكلس زائد أو أوكسالات الكلس أو الكالسيوم عفوا أو فوسفات الكالسيوم. هاي كل وحدة بتتشكل بظروف معينة. أكيد دكتور، معناتها الحصيات لهم أنواع أيضا معناتها؟ طبعا أكيد مثل ما قلت هن تصنيفهم 4 أنماط. حصيات الكلس هي تقريبا بيجوا تقريبا 3/4 الناس أو 70% من الحالات. في عندك حصيات حمض البول بيجي بالمرتبة الثانية، ممكن 15% تقريبا. الحصيات الاستيروفيت أو الإنتانية بنسميها، أو حصيات قرن الوعل، يعني قرن الغزال، بتكون شكلها هيك شوي كبير وعم تملأ الحويضة. ممكن تكون حصيات الستين بنسبة 1% بتجي عادة، نسبة قليلة، ومرض وراثي هذا مو موضوع يمكن نقدر نحكي عنه شوي. أكيد. دكتور، أحيانا بنسمع من مريض ما إنه والله الدكتور عمل لي إيكو وأنا معي حصية والحصية ما بينت. بنسمع أحيانا إنه هي حصيات بلورية ربما، يعني تكون في هيك شيء ولا من هالقبيل هذا، ولا هذا يعني حكي الشارع؟ لا أهل الحصيات هي إنه مو على الإيكو كل شيء بيبين، ولكن الصورة الشعاعية البسيطة، ربما الشعاعية البسيطة أو الفيلم الأسود اللي بنسميه. هلا هي في تصنيفين له، حصيات شفيفة يعني ما بتبين مثل حصيات حمض البول، بلورية اللي بنسميها تماما، والكلام واقع يعني كلام مظبوط. حمض البول أو حصيات الشفيف يعني بتبين مثل حصيات الكلس، حصيات الإنتانية، هي عادة بتبين على الصورة البسيطة أو حتى على الطبقي. بالإيكو على الشعاعية البسيطة الكلسي اللي بتبين ما بتبين، على الطبقي كل شيء بيبين، والإيكو كل شيء عم يبين. بس الفرق شو هو؟ هلا بالإيكو أنت فيك تتقصى أو تشوف الحصيات الموجودة بالكلية نفسها، أما الموجودة بالحال ما فيك تشوفها على الإيكو تماما. واللي بالمثاني فيك تشوفها على الإيكو. الصورة الشعاعية البسيطة فيك
تشوف الإلقاء المرئي يعني مثل الكلس وهدول بكل يعني الكلية بالحالب بالمثانة ممكن تشوفها. هلا الأفضل هو الطبق المحوري اللي فيك تشوف الحصيات البلورية والغير البلورية تماما. بالمثانة بالحالب بالكلية فيك تشوف كل شيء تماما. هلا إذا بيسأل أحد المستمعين يا ترى شو هي الأسباب اللي عم تكون يعني الأسباب اللي عم تخلي تتشكل الحصية دكتور؟ هلا فينا نقول الآلية الأساسية هي في شغلات بالجسم أو خلينا نقول تتشكل الحصية لما يكون عنا تركيز الذوائب أو هي الأملاح أو هي الرواسب تكون زيادة والمي قليل فينا نقول أو البول كمية السوائل المذيبات اللي بتذوب هالشغلات هي تكون قليل يعني. خلينا هيك بطريقة أسهل الأقرب تماماً. يعني إذا بتحط شوية طحين أو شوية شمنتو مثلا ضمن كيس مي تماما. هل لما تكون كمية الماء خفيفة هذا الشمنتو أو الإسمنت ممكن يترسب ويعمل لنا حصيات. أما إذا كانت كمية المي كتير ممكن تتلاشى أو ما يعمل لنا أي مشاكل. تمام. بنفس الفكرة بالجسم في شغلات بتساعد على تشكل الحصيات نقص الماء نقص السوائل اللي بتزيد تركيز المذيبات هي اللي الرواسب هي. في شغلات تمنع تشكلها مثل السترات مريض عنده نقص سترات في شغله بالجسم مثل السترات نقص السترات تعملنا شو بتعملنا حصيات تساعد في تشكيل الحصيات. في شغلات زيادتها مثل الأوكسالات مثلا أيضا زيادتها بالجسم تعملنا حصيات. الفوسفور مثلا حصيات الفوسفور بدرجة حموضة بول معينة بتتشكل مثلا بعد البي اتش 7. نعم. في له كل واحد يعني أصنافه وأشكاله. تماما. دكتور العلامات اللي عم تظهر على المريض أو اللي عم تدل على وجود حصية يا ترى شو هي؟ هلا الأشعة هي الأشعة العلامة الأشعة الألم والقولنج الكلوي بنسميه. تماما. ما في حدا يمكن كتير من اللي عم يتسمعوا علينا أكيد مارق معهم هالموقف أكيد. يعني الألم ألم أو القولنج الكلوي ألم فظيع طبعا ألم شديد هو وألم الأسنان يمكن من أشد وأصعب أنواع الألم يعني حقيقة مو مثل الألم الزائدة مو مثل ألم المرارة لأنه أنا مارق بكل هالأنواع عن تجربة شخصية. أكيد عن تجربة شخصية حقيقة. هو يعني ألم الكلوي ألم شديد المريض يعني بيمر بحالة صعبة كتير. تمام. هو أشياء أو العرض اللي بيخليك تروح عند الطبيب أو تحس بالحصاد. هلا ممكن مرضى تكون حصاد حسب موقعها. هلا الحصاد تكون بالكلية وجع خاصرة ممكن تعمل لك انسداد استسقاء تحرك استسقاء تمطط محفظة الكلية في مثل جوف حوالين الكلية أو نسميه محفظة أو جلدة فيك تقول. تماما. إذا صار تمطط ونزول مثلا مفاجئ للكلية سدت محل معين تتمطط مثل البالونة تماما. ممكن تعملنا ألم. هل إنه ممكن إذا المريض تعود عنده استسقاء بعد فترة شهر شهرين ثلاثة وساد وفي استسقاء وفي بحصة ممكن الألم يروح خلص الوضع يعني في صار تعويض على الموضوع. تمام. هي أشياء ممكن مريض يعطينا أعراض سفلية بولية سفلية تعدد بيلات بحصة نازلة لتحت أو ألم بنهاية مثلا بحصة بنهاية الحالب بحصة بنهاية الحالب ممكن الألم يمتد للناحية التناسلية لناحية الحوض تحت يعني فينا نسميه. ممكن تكون منتصف الحال بتعطي أعراض أخرى. ممكن المريض يجي بأعراض غثيان مراجعة إقياء حالات شديدة. نعم. يعني ممكن يكون في إنتان عنا وارد. إنتان هذا الأصعب حقيقة تداخل إسعافي بده يكون عنا حمى حرارة قشعريرة بعد المريض فايت بأحد الاختلاطات الحصاد أكيد فايت إنتان دم صاير عنده أو نسميه التهاب حويضة بكلية خلينا نسميه. ممكن المريض يجي بعرض آخر دم في عنده دم بالبول في عنده دم بالبول. ممكن حرق بالبول أيضا ممكن جدا يعني ترفع حروري حرق بالبول. ممكن تكون حصاد انقطاع بول كيف بحصة فاتت عندك بمخرج المثانة مخرج واحد صار عندك انقطاع بول ما عاد البول عم يطلع من الجسم. بالضبط. تمام. هي الأعراض اللي ممكن نشوفها. أحيانا دكتور بتتجمع الحصية بالمثانة وبنلاقي كتير بنسمع كتير إنه مريض
يعني يستأصل حصية كبيرة الحجم من المثانة بدون ما يحس فيها المريض إلا بفترة يعني طويلة. يعني هاي لما تكون الحصية بالمثانة ربما ما تسبب وجع أقل من الكلية. ما هيك دكتور؟ الفكرة وين ما ذكرتها قبل قليل أنه محفظة المثانة الكلية لما عم تتمطط يصير في استسقاء بالكلية، بيصير عنا ألم. أما المثانة جو فارغ يعني ما بيعمل هالمشكلة هي عادة. ممكن يعمل انسداد بولي عادة بيشوف مرضان أو دم أو إنتان بولي ممكن ربما. تماما. دكتور، عوامل الخطورة للي المريض اللي عنده حصية شو بيشكل خطر؟ شو بيشكل الخوف عند الطبيب؟ حصيات تماما يعني. ايه. هالعوامل الخطورة هي عوامل وراثية تلعب دور كبير يعني. مريض ممكن يزداد عنده خطر تشكل حصاد بحال وجود أحد أفراد العائلة أو العائلة، وفي عوائل كتير يعني. في أمراض وراثية يعني مثل البيلة كلسية عائلية مثلا يكون عندهم وجود الكلس بالبول عالي بنسبة عالية، ممكن نشك أو يكون معرض لخطر ويشكل عنده بحصة. تماما. أوكي. دكتور، هلا المريض اللي عنده حصية ويضل يتكرر معه هالقصة هاي، شو الانذار اللي الطبيب يعني الشيء اللي مثلا ياخذ الحذر انه هذا المريض ربما يوصل لمرحلة فشل كلوي، ربما اذا ما يتعالج لازم يتم متابعته؟ يعني مثلا اللي عنده مشاكل بالكلية ممكن انه بيوم من الايام يتعرض لفشل كلوي، لايقاف بالكلية، او مثلا توقف بوظيفة الكلية او استسقاء كلية مثلا، ربما يصير شيء معه. هلا ممكن وبتختلف الحصيات ثنائية الجانب الطرفين، مو مثل حصيات طرف واحد. تماما. وفي عندك الكلية الثانية، كلية وحيدة مثلا لا قدر الله وبحصى عليها مشكلة يعني، انه هي الكلية الوحيدة عنده الوظيفية. تماما. هون تختلف الحالة يعني. هلا ممكن مريض عنده حصاد بطرف واحد، عندك الكلية الثانية، بس لازم تنتبه. كنا عم نحكي عن عوامل خطورة يعني مثل ما قلنا. مريض عنده قصة عائلية ما يهمل الموضوع. طبعا الإماءة والشغلات هي أي عرض مفروض يراجع الطبيب. والبحث عن سبب الحصاد هو الأهم كمان الأهم بالموضوع. يعني مثلا هالعوامل الخطورة بدي أحكي لك ممكن فكرة تفيدنا. مريض عنده حصيات ثنائية الطرف وعم يتعالج وجلسات تفتيت، بعد سنة سنتين طبعا شفناه بالعيادة حقيقة بدراسة صغيرة يعني. هلا ممكن في شغلات متوفرة عنا، بس في الحد الأدنى من الدراسة ممكن تعمل. المريض طلع عنده فرط نشاط جارات درق. تماما. هو السبب تشكل حصيات عنده. بالمتابعة كان عنده كارسينوما. شو هو الكارسينوما؟ كارسينوما هو سرطان بجارات الدرق. تماما. هو المسؤول كان في فرط نشاط بجارات الدرق. طبعا جارات الدرق هي عبارة عن 4 غدد صغيرة كتير حوالين الغدة الدرقية. تماما. صغار كتير. واحد اسمها مبينة انه جارات الدرق بتجاورون جيرانهم يعني. بس فرط النشاط اللي فيه نتيجة الورم اللي فيه الغدة الصغيرة كانت فيها، صار في عنده كلسة زيادة. تماما. كلسة زيادة عمل له شو؟ حصيات هلا جلسات التفتيت انت عم تعمل او عم تعالج، او فينا نقول مخلفات المشكلة هي انت عم تعالج. لا، انت لازم يعني المفروض تعالج السبب. طبعا هذا كان بده استئصال وبده عمل جراحي، وان شاء الله بيتخلص منه يعني. من عوامل الخطورة كنت عم بحكي كمثال يعني. البحث عن السبب كتير مهم. أكيد. دكتور، رح أذكر مستمعينا اللي هلا عم يسمعونا، أنتوا هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفني بالحلقة هو الدكتور ياسر أحمد، اختصاصي بأمراض الكلية والأمراض الداخلية. موضوعنا هو حصيات الكلية للي بيعاني منهم فئة من الناس أيضا، هو موضوع مهم جدا. للي حابب ينضم لنا 429 101 هو رقمنا الأرضي، أيضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4. عبر البث المباشر اللي برات البلد حتى فينهم يسألوا عبر رسالة على البث المباشر
بويار عربي. دكتور، انتم كأطباء مثلا كيف بتشخصوا مريض؟ يعني شو الإجراءات اللي عم تتخذوها لحتى تشخصوا المريض انه انت عندك حصاد بالكلية؟ مثلا فحص سريري بيبين معكم، او نتيجة الايكو، او تحاليل معينة، صورة شعاعية، شو هي الإجراءات اللي عم تتخذوها؟ هلا كل شيء مهم حقيقة. الألم، العرض اللي بيجي منه يعني بيدلك انه في شيء عند المريض قولنج مثل ما تماماً. ذكرنا يعني. القصة السريرية، هلا القصة السريرية ممكن تعتمد عليها وانت بمحل نائي بعيد كتير، صح. بس موجود بمدينة في عندك الإجراءات موجودة، المفروض تماماً. تتحرى أكيد. وتعمل طبعا الإجراءات غير غازية، غير تعرض المريض كمان للأشعة، كمان برأيي ما تتجنب قدر الإمكان، يعني مثل الطبقي أو الصورة الشعاعية البسيطة. ممكن أمورك تنحل عن طريق إيكو وفحص سريري، بظن ممكن يكون كافي يعني. ليش؟ إيكو إجراء غير ضار تماما، ما له تأثيرات. حتى على الحوامل نعم. الأشعة ممكن تعرض مريض جرعة صغيرة من الأشعة الطبقي، طبعا جرعة الأشعة أكثر، قدر الإمكان ما نعرض المريض قدر الإمكان. هلا مرات نكون مضطرين، يعني عندك كيف نلجأ للصورة الشعاعية أو الطبقي. مريض بول وراسي غير طبعا فحص البول بنلجأ. ليش؟ انتان إذا موجود مشان تعطيه صعوبات، فكرة مهمة كتير. مريض عنده قولنج أو بحصة مع انتان أو بحصة بدون انتان، تعرض المريض لصوت حيوي بتكلفه ماديا، أكيد. بتكلفه مقاومة يعني مقاومة للجراثيم بتصير عندك. طبعا مفروض نتجنب الأمر هذا بفحص إجراء بول بسيط يعني. وظيفة الكلية مهمة. ليش؟ أنت معرض تعطي المريض مضادات التهاب لا سيرويدية مثل الديكلوفيناك، البروفين. عندك وظيفة الكلية ما منيحة، بدك تتجنب الأدوية هي. أكيد صادق. يعني عندك تحليل البول والكرياتين أدنى شيء إسعافيا على الأقل فينا نقول، وغير مكلفة ربما. نعم يعني نعم غير مكلفة. بتجنب المريض طبعا، هي في مصلحة المريض حقيقة. أكيد. يعني إنه الطبقي بنلجأ له لما يكون عندنا استسقاء بحصة مبينة على الإيكو ممكن، والوسيلة الأفضل طبعا أكيد. أكيد. المريض عنده حصيات مثل ما ذكر ثنائية الجانب عم تتكرر، ليش؟ بدها تعمل لك دراسة. طبعا أكيد. الدكتور، هلا تشخص المريض عندكم، يا ترى كيف العلاج بيكون؟ كل المرضى بيتعالجوا دوائيا، ولكن او بعض المرضى بتلجأوا انه المرضى انه اخي انت بحاجه لتفتيت او عمل جراحي، او بشكل عام هيك لو تحكينا عن موضوع العلاج. هلا حجر الأساس أو الحجر الزاوي في العلاج، والعلاج الأساسي هو الإكثار من السوائل تماما، كل الحصيات. وعلاج سهل جدا، متناول اليد، متوفر للجميع. أكيد راح يكون هو طبيب نفسه يعني. أكيد. السوائل، إكثار من السوائل بما لا يقل عن لترين ونص إذا مو أكثر، طبعا وحسب الوزن يعني. يوميا دكتور؟ يوميا أكيد. للبالغ هذا طبعا. الصغار أكيد مو معقول تعطيه على حد مثلا هلا 3 لتور. إذا في تعرق مثل الأيام هي ممكن تشرب لك أكثر يعني. تمام. هي حجر الزاوية. طبعا الشغلة الثانية مفروض تعرف سبب الحصاد. يعني عندك حصاد كلسية، تعمل له قلونة يعني بتعمل بي اتش بالبول عالي، كمان ما أنا غير مجدي يعني حقيقة. أما عندك حصاد حمض البول، مفروض تعمل له قلونة. حمض هو بدك تعطيه شيء يخفف له دواء يعني، مثل سيترات البوتاسيوم أو اليورالين بكربونات الصوديوم. تماما. المسكنات بروفين، هدول إذا وظيفة الكلية منيحة، مضادات التشنج فيك تعطي. طبعا الأهم تعرف السبب يعني. أكيد. عندك حصاد الكالسيوم، مفروض إذا أعطيته في نوع من المدرات يا زيدي بتترك أو بتخلي الحصيات أو تركيز الكلس بالبول خفيف، تمتصه للجسم. عندك الأملاح، الملح والبروتين كمان. النظام الغذائي يعني عم قول حلو، ضروري جدا حقيقة يعني. أنه يكون ملح عنا خفيف كتير، وعنا البروتينات بما يحويه من حمض البول تمام. البروتينات مثل شو دكتور؟ اللحمة أهم شيء، اللحمة الحمراء أكتر شيء، صفار البيض مثلا يعني. أكيد. واللحمة كتير مهمة. اللحم الأحمر مثل ما بيقول أغلبية الأطباء. وفي شغلة أنه موضوع الحصيات عدم تناول البياض البيض أو اللبن أو
في عادة شوي يعني، أو أخذين في فكرة خاطئة بالمجتمع. يعني هلا مو كل أنواع الحصيات بنترك اللبن ونترك البيض انه بحجة انه نخفف الكلس. مو كل انواع الحصيات، في انواع من الحصيات اللي يكون في دور للجهاز الهضمي في تشكل الحصيات فيه، ممكن مشان ما يصير عندنا امتصاص زائد للكلس هدول بالجسم نتركه. اما بقيه ممكن ياخذ من العظم ويعملنا مشاكل عظميه اكثر، بنسيء للحاله. ننتبه للحاله هي. يعني مفروض تكون متابع مع طبيبك، طبيب المعالج، مو جلسه واحده جلستين، تاخذ نصائح التغذيه، نصائح العلاج، نوع الحصاد تكشفه. يعني هي ضروريه كتير. الموضوع مو موضوع هو تفتيت وعمل جراحي، اكيد ما انه هيك. بدك تبحث عن السبب اهم شيء. توصيات هي كتير مهمة. العلاجات حضرتك ذكرت، هل العلاجات الجراحة يمكن آخر شيء، آخر خيار هو الخيار الجراحي تماما. مثل ما ذكرت بتعرف السبب، العلاجات هي حصيات صغيرة تنزل لحالها، خصوصا إذا كانت أقل من 6-7 ملي ممكن تنزل عفوي. نسبة مرور العفوي ممكن توصل ل 90% الحالات طبعا. حصيات أكبر من هيك ممكن تستنى، ممكن تلجأ للتفتيت. هلا التفتيت له أنواع، يعني تفتيت عبر التنظير، تفتيت عبر الشبك، في تفتيت من خارج الجسم والأشياء. طبعا كمان هدول ناخذهم بعين الاعتبار بحسب الحالة. يعني مريضة عمرها بسن النشاط التناسلي نفترض، يعني بدها تجيب أولاد، صبية هي، حصات عندها بأسفل الحالب، بأسفل الحالب قريبة من المثانة، تلجأ للتفتيت من خارج الجسم. كمان يعني في شوي انت هيك مفروض ما تلجأ للطريقة هي. ليش؟ لأنه ممكن المبايض قريبة من المنطقة. الأفضل هو التفتيت عبر التنظير. قد تكون تكلفته المادية أكثر، ولكن طبيا الأفضل حقيقة، يعني طبعا. طبيا أفضل. هي مهمة كتير. الجراحة مثل ما ذكرت مو كل الحصيات، ممكن حصيات اللي أكثر من 2-3 سنتي، حصيات القرن الوعي الكبيرة اللي بتملأ. طبعا في غير مثلا في عندنا تفتيت أو استئصال الحصيات عبر الجلد، يمكن مو متوفر هون، أو ببلدنا مثلا متوفر بمركز مركزين، يعني بده خبرة طبعا. في مناظير مثلا ممكن تفوت حتى على الحويضة، يعني تستأصل كتير منيحة. كل ما يعني خففنا الإجراءات الجراحية اللي بيكون فيها مشرط جراحي تماما، هو الأفضل. حقيقة هو الأفضل. يعني مرضى قبل 20 سنة ممكن كانوا يلتجئوا للجراحة، يعني حرام، يعني تندب، تليفات كانت تصير، اختلاطات، ممكن انتحاقات. أكيد كثير شغلات. دكتور، طبعا رح نختم لقائنا وحلقتنا بشوية نصائح، سواء للأصحاء للي ما فيهم شيء، وللي عم يعانوا من حصيات بالكلية، للي عندهم مشاكل بالكلية سواء كانت خفيفة أو لحتى يستفيدوا المستمعين. هلا مرضى الحصيات أكيد الكثار من السوائل، خصوصا بهالجو الحار وبالصيف. عدم أخذ أي دواء بدون مشورة الطبيب تمام. هي مهمة كتير. قد تكون على صفحات التواصل الاجتماعي والإنترنت المعلومات متوفرة، بس قد يكون الفهم الخاطئ للمعلومة أيضا مشكلة. يعني حقيقة مفروض تكون أو المعلومة مصدرها هو أيضا جيد أو غير جيد. مجلة غير طبية غير متخصصة ولا متخصصة، هي كتير مهمة. أما أي معلومة واحد بيجيب على الانترنت شوي ممكن واحد يخطأ بحق نفسه حقيقة. يعني مشورة الطبيب بتضل أفضل. كثير من السوائل اللي عندهم قصص عائلية ما يعني يكون في فحص دوري يكون جيد. يعني وبشكل عام للأصحاء حتى كموضوع كلية بشكل عام، يعني مراقبة الضغط، لأن الضغط كتير مهم بالنسبة للكلية. مراقبة فحص البول، فحص سهل جيد كتير مهم. وظيفة الكلية على الأقل سنويا، يعني التشيك على موضوع الكلية بيكون شيء منيح. شكرا كثير لكم دكتور ياسر أحمد، اختصاصي بأمراض داخلية وأمراض الكلية
على هالمعلومات القيمة اللي أعطيتونا إياها. طبعا بشكر زملائي بالكنترول، وإن شاء الله نلاقيكم بحلقات جديدة بمواضيع تفيد المستمعين والمشاهدين. بتشكرك أستاذ عماد، وبتشكر أستاذ أحمد والقائمين على البرنامج. شكرا طبعا كثير لكم. شكرا. أهلا وسهلا. قبل ما نختم حلقتنا مؤخرا بهذا الخبر، مؤخرا قامت منظمة بهار الإغاثية بالعمل على مشروع تصنيع الكمامات في ظل جائحة كورونا، واستهدفت المنظمة 10 نساء للقيام بهالمهمة، وأنتجت 5000 كمامة طبية صناعية محلية. ووزعت منظمة بهار الإغاثية الكمامات على العديد من المشافي، منها مشفى القلب والعين في مدينة قامشلو، مشفى الشعب بمدينة الحسكة، ومركز كوفيد 19 في مدينة الحسكة. وللمزيد رح نتابع التقرير التالي حول هذا النشاط. علي إبراهيم من منظمة بهار. اليوم عندنا نشاط من عدة أنشطة بلشنا فيه اليوم، هو إنتاج 5000 كمامة. طبعا اخترنا 10 نساء ليقوموا بهي المهمة ضمن معايير محددة. هدول النساء من مدينة القامشلي. طبعا جبنا اليوم 5، وبعد ما يخلصوا رح نجيب ال5 الثانيين بالنسبة لموضوع التباعد الاجتماعي، لموضوع كورونا. بتعرفوا اليوم كورونا وهالموضوع هذا. هاي الكمامات راح تتوزع على مؤسسات صحية في شمال شرق سوريا. أنا نوروز عبد الله من قامشلي. جيت أساهم مع المنظمة بهار مشان نعمل كمامات للمواطنين مشان مرض كورونا. يعني هاي مساعدة إنسانية، نساعد المنظمة ونبلش نوزع على العالم، لأنه العالم ما عندها إمكانية تشتري كمامات هالظروف. وقمنا بعمل هذا المشروع الإنساني، وهو عبارة عن تصميم كمامات لمرض كورونا اللي المتأزم في هذا العصر. ولقينا الصعوبات التي لقيناها في هذا المشروع هو العمل اليدوي، والحمد لله وفروا لنا جميع المواد، بس العمل اليدوي والجهد الكبير الذي بذلناه